بسم الله. ازيك يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب دايما. الفيديو ده انا عامله عشان يعني هشرح فيه طريقة التقديم، سواء تقديم جديد او تقديم للتحويل، تسجيل للتحويل في بابلو. هو تقريبا يعني كل التخصصات نفس الحاجة، نفس الخطوات اللي احنا هنمشيها، بس في كذا نقطة لازم اقولها لك قبل ما نبدأ. انا هقول لك الخطوات كامله وهقول لك الدنيا كامله، لكن في الاول اهو انا بقول لك بنصحك انه تشوف حد عنده خبره شويه في التقديم. هيفيدك، وهيبقى الموضوع اسهل وهيبقى الموضوع اضمن، لانه انت لو انت بتقدم جديد اول مره، فاي غلطه هتعملها هتبوظ لك الملف بتاعك، ولو الملف بتاعك باظ مش هينفع تعمل ابلكيشن تاني، ولو عملت ابلكيشن تاني يبقى الابلكيشن الاتنين هيترفضوا. تمام، لانه ما ينفعش يبقى الشخص مقدم كذا ابلكيشن. دي اول حاجه، عشان كده بقول لك شوف حد تاني خبره، وما تقولش ان انا بقول لنفسي يعني، لا مش بقول، مش لازم تبقى معايا انا، بس شوف حد تاني مثلا، او شوف اي حد انت تعرفه تثق فيه يكون خبره في التقديم في بافلوف، لانه الموضوع فيه ستيبس كتيره وفيه خطوات كتيره وفيه متابعه كتيره. انا هعمل لك اللي اقدر عليه في الفيديو دوت، لكن مش كل التفاصيل طبعا هقدر المها في فيديو. فنصيحة، عادي انت عايز تقدم مع نفسك اعمل ستيبس، وحاول تبقى كين شوية على مصلحتك، وحاول تتابع الدنيا، وحاول تمشي خطوات مظبوطة. والفيديو ده انا سبب ان انا بعمله، لان فعلا بتجيلي سكرينات كتيرة وبيجيلي رسائل كتيرة انه الناس عايزة تطمن هي ماشية صح ولا لا. فانا فعلا فعلا صعب ان انا اقعد ابص على كل واحد واشوف انت ماشي صح ولا ماشي غلط، وفعلا مش هقدر اعمل كده يعني. فانا قلت اعمل الفيديو عشان الناس تبقى عارفة الخطوات مظبوطة، واللي حابب يقدم مع نفسه او يتحمل مسؤولية نفسه عادي يبقى قدامه الموضوع. انت حر اكيد طبعا، دي ممكن يكون انت شايف انه مصلحتك انك تقدم لنفسك. في كده وفي كده، في ناس بيبقى بالنسبة لها تقدم وتبقى عارفة تفاصيل كل حاجة بنفسها، وفي ناس تانية بتبقى لا، أنا ممكن أعتمد على حد. أنا بكلم اللي هو أنا شايف الأفضلية للي بيعتمد على حد ثقة بالنسبة له، يكون فاهم في السيستم بس. لكن أنت عايز تقدم بنفسك، أنا بديك الخطوات كاملة، ما تقلقش خالص. تمام. الحاجة التانية اللي لازم تبقى عارفها وانت بتقدم، وانا بعملها مع الناس اللي بتقدم معايا، اللي بيبعت لي ورقه، وانا بشيك الاول على موضوع درجته في الثانويه العامه والذات شتناي بتاعته، يعني بشوف مستواه الاول. ممكن ما تبقاش دي مقياس، بس بالنسبه لي على الاقل بتبقى الدنيا، شايف الدنيا فيها ايه. لانه برضو من باب الامانه الجامعه مش سهله، يعني الدراسه فيها مش سهله، والجامعه في الدراسه رخمه، بنسبه كبيره رخمه يعني. انت مش هتعدي المادة الا لو انت على الاقل محصل فيها اكتر من 50%. مش هتاخد فيها 3 الا لو انت محصل فيها اكتر من 50%. 3 دي اللي هي يعني 60% يعني. فانت لو مش قدراتك انك تحصل ال60% دي، فانصحك ما تكملش الفيديو، وما تفكرش في بابلوف عشان يحصل لك فيها مشاكل كبيرة، واحتمال تتعثر كتير في الدراسة. الحاجة التانية، انت لازم تبقى عارف انه الجامعة فعلا مستواها قوي، والدراسة فيها رخمة شوية. والجامعة كلها، اولا الجامعة مش بتفصل اي طالب، الا في حالات قليلة قوي، لكن الجامعة بتحطك في ستريس. لو انت معاك مواد بتحطك في ستريس كبير جدا 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 انك تخلص المادة، والاسترس ده اللي بيخلي الناس تتفصل وتمشي من الجامعة وتقول الجامعة وحشة وي وي وي. لكن انت لو بتخلص موادك اول باول، وملتزم في الدراسة وماشي في دراستك كويس، فخلاص يبقى كمل ابلكيشن. حتى وإن كان مجموعك في الثانوية العامة وحش، حتى وإن كانت درجاتك قبل كده وحشة، بس أنت واثق من نفسك وعارف إنك تقدر تجيب في الجامعة، خلاص توكل على الله. أنا بس حبيت أقول لك نصيحة. وأي حد حتى بيجي لي بحس إن هو مثلا مستواه مش قوي، بتكلم معاه، لو لقيت إن هو عنده الإصرار خلاص دي حاجة ترجع لك، لأنه برضو الموضوع فيه أمانة شوية، إنه ما ينفعش أجيب طالب مستواه ضعيف من غير ما يبقى عارف إن الجامعة قوية، ويفاجأ إن هو بقى في جامعة أعلى من مستواه بكتير، وبالتالي هبقى أنا ورطته، وأبقى أنا عملت له مشكلة في دراسته، أو إن أنا أكون سبب في تعثره في الدراسة، ودي حاجة يعني أنا ما أقدرش أتحملها بصراحة. خلينا طيب ندخل في التقديم. أنا بس كان المقدمة دي كان لازم أقولها، عشان يبقى كل واحد عارف هو بيعمل إيه، وكل واحد يبقى عارف الدنيا هتمشي إزاي وماشي وهو رايح فين. تمام.
الحاجة برضو اللي لازم تبقى عارفها انه السنة اللي فاتت كان التحويل بدون اختبار قبول، ودي حاجة ما بتحصلش قد كده، او نادرا ما بتحصل يعني، ودي بتزود فرص القبول. يعني ناس كتيرة ممكن تتقبل، ممكن يبقى لها فرص قبول كبيرة. السنة اللي فاتت دي وفرت فرص قبول لناس كتيرة قوي، يعني كان الموضوع بالنسبة لهم صعب وبسبب ان الامتحان ملغي او كده. دي كانت فرصة كويسة لناس كتيرة، وإن شاء الله السنة دي محتمل برضو بنسبة كبيرة إنها تكون بدون اختبار قبول، وبالتالي أي حد له فرصة إن هو يتقبل. الجامعة بس بتفاضل بين أعلى الدرجات في الثانوية العامة والمواد العلمية والذات شغلية، درجاتك في الأكاديميك سكاس برافقة بتاعتك في المواد اللي أنت درستها، بياخدوا الأفضلية يعني. تمام، الأفضل بيبقى ليه وطبعا كل جامعة، يعني الجامعة الكبيرة أفضل من الجامعة الأقل شوية وهكذا يعني. تمام. فدي كانت بس جملتين كده، كان حوالي 5 دقايق كده، معلش تستحملوني فيهم، لكن كان لازم يتقالوا في الأول يعني. خلينا نبدأ كده، بسم الله. هبدأ الأول التقديم للتحويل، وبعد كده هقول التقديم للتسجيل الجديد، يعني تسجيل جديد أو تسجيل للتحويل. فخلينا نبدأ بالتسجيل للتحويل. الناس اللي عايزة تحول، وده معناه إن أنت هتحول على سنة تانية لسنة ستة، يعني من سنة تانية لحد اللي بيحولوا للفرقة الستة. والتقديم الجديد ده اللي هو داخل سنة أولى عادي. فخلينا نبدأ كده للي هيحولوا، يعني اللي رايح سنة تانية فما فوق يعني. تمام. فبسم الله. بص، انت عندك الأولانية دي التقديم للتسجيل، ده لو انت هتسجل في سنة أولى لسه، وده لو انت هتحول لسنة تانية أو أكتر من كده، اللي هو admission of transfers. تمام. بسم الله. بص، هو ده هنا هتلاقي فيها شوية تفاصيل كده، سيبك منها، انت تدخل على ريجستريشن واقلبها انجلش احسن. يعني انا ممكن عادي ممكن اعملها بالروسي، لكن انا قصدت بالانجليزي عشان تبقى الدنيا واضحة للناس كلها. أم، في ريجستريشن انت بتدوس ريجستريشن، بتعمل كليك هنا. امشي برضو الخطوات الاولانية دي لحد ما تعمل الهدف منها ان انت تسجل الايميل بتاعك وتعمل فيريفيكيشن للايميل. التفاصيل دي عايز تقراها اقراها، مش عايز يعني كلام انا بحس ان هو ملوش لازمه قوي يعني. تيست تيست. ده ايميل انا عامله يعني عشان نعمل بيه، وده باسورد انا مش لازم تشوفه يعني. هو كده كده انا بعمل ابلكيشن، ده الابلكيشن ده زي ما هو ظاهر قدامك يعني. بيقول لك ايه عدد الحروف، 2 4 4 عدد الارقام يعني، وبتدوس ريجستريشن. كده هو بيقول لك ان انا اتبعت لك ايميل، بتدوس كلوز عادي خالص وتروح على الايميل بتاعك. هتلاقي جالك ميل من سايت الجامعة. بتدوس على الرابط اللي جالك ده رابط الفيريفيكيشن. بس ده ايميل معلش. بتكتب الايميل اللي انت مسجله دلوقتي، اللي انت سجلته في الابليكيشن، تكتبه زي ما هو. بس كده كده هنبدأ. بسم الله. دي أول خطوة فيها بتعملها. بريفوت دي لو انت عايز تحول، لكن هي انت بتعمل التاني. احنا بنعمل بريفوت طبعا، بتدوس الأولانية. آم، تمام. هو اوتوماتيك بيحولك، انا ما عملتش حاجة، انا بس اخترت الاختيار الأولاني اللي هو بتاع التحويل يعني. بتشوف انت عايز آه، دي بتاع التحويل يعني. طبعا الانجليزي بعافية شوية، لكن امشي الخطوات زي ما انا ماشيها كده. الناس اللي عايزة تحول لتشابني دي اللي هي الطب يعني، ميديسن، اللي هو الاختيار التاني، تشابني فاكولتي. لتشابني دي ده كله بتمشيه عادي كل واحد. بص بقى، هنا انت بتشوف السمستر اللي انت داخل عليه، يعني بمعنى انت مثلا لو في سنة تالتة مثلا الترم التاني، يعني انت رايح السمستر، خلصت السمستر السادس ورايح السمستر السابع، فالانجليش بتختار الاي ام دي، الروسي بتختار اللي مفيش قصادها اي ام دي. تمام. وهكذا يعني. فانت مثلا لو انجليش هتختار السمستر السابع، انا رايح السمستر السابع، اي ام دي يعني انجليش ميديوم. بس
اختار دي كونتراكت طبعا لانه مش منحة. بعد كده بتدوس اد كونتست. تمام، كانت سجلت بياناتك الأولانية، بتدخل على الكويشنير ده، بتكتب طبعا اسمك بالروسي. معلش الفيديو كان قطع، بس خلينا نرجع تاني. بص من أول الصفحة دي حاول تقلب الكلام بالروسي، أو كل ما تيجي تدخل أي ديت أو داتا هتدخلها حاول تقلب الموقع، أو لو أنت مشغل الجوجل ترانسليتور تعمله بالروسي، عشان التاريخ ما بيدخلش إلا باللغة الروسية. لو دخلته بأي لغة تانية مش هيتقبل معاك. أو بص لو أنا جربت لك مثلا بالإنجلش مثلا، دخلنا تاريخ وليكن كده مثلا، بص هيطلع ايه ده، احنا انجلش صح، بيطلع كده. فده ما بيتقبلش، ده هيعمل لك ايرور في الاخر. فالافضل انك تقلبها بالروسي لما تيجي تدخل اي داتا. يعني ممكن عادي تملى البيانات، انا ممكن اخليه مثلا بالانجلش، وتدخل بياناتك كلها، وتيجي عند المكان ده تقوم قلبها بالروسي. انت بتعمل الديت ده مثلا تعملها بالروسي، بتعمل الديت ده تعملها بالروسي. فخلينا نعملها بالروسي عشان الناس تقريبا كل الناس هتشتغل بالروسي، فخلينا بالروسي افضل من اول هنا. هنا انا باكد تاني كل البيانات لازم تدخلها بالروسي مش بالانجلش. انا بدخل بالانجلش عشان الكيبورد عندي روسي، ما فيهاش روسي. تمام، فبدخل بالانجلش يعني، لانه ده ابلكيشن انا مش هعمل له سنت اصلا، لانه مش هعمل له سند، لانه مش هيبقى كامل، مش هينفع حاجه وهميه، مش هينفع ابعتها للجامعه يعني. فانت بياناتك كلها بتدخلها بالروسي، انا باكد عشان اي لغه تانية هتترفض، ده مبدئيا. فانت لو انت عندك مشكله زي كده في الكيبورد بتاعتك ما فيهاش روسي، انت ممكن تضيف لغه الروسي هنا، ممكن تعمل اضافه للغه من هنا. بس انا مش عايز روسي لانه مش بستعمل لغة روسي في اللاب كتير. انت ممكن تعملها بالواتساب. ممكن الطريقة التانية اللي انا بتعامل بيها، بتفتح الواتساب بتاعك واكتب على الموبايل الحاجات اللي انا عايزها بالروسي، وابعتها لنفسي مثلا، وابعتها لاي حد، وبعد كده افتح الواتساب بتاعي على اللابتوب واخد كوبي بيست، اخد كوبي مثلا للاسم بيست، كوبي للفاميليا بيست، وهكذا. فهنا الفاميليا دي العيلة بتاعتك، والإيميا اسمك، والتشيستوفا ديت اللي هي اسم الأب واسم الجد، ده عندنا يعني كمصريين. هنا انت بتكتب الفول بتاعك، بتكتب اللي هو الجندر يعني، بتعمله ميل او فيميل. تمام. وهنا التاريخ زي ما قلت لك بقى، لازم تبقى لو انت شغال انجلش لازم تقلبه روسي وانت بتدخل الديت بتاعك. ده تاريخ الميلاد. تمام. ده انستراني باسبورت، لازم تختار انستراني باسبورت. تمام. وهنا احنا كمصريين عندنا حرف الاي في رقم الباسبور ده، سيريا دوكيومنت، ده رقم الباسبور بتاعك. احنا عندنا حرف الاي بنكتبه هنا لوحده، ونكتب الرقم بتاع الباسبور هنا. لو اي جنسية تانية فيها كذا حرف يكتبوه هنا، والرقم يتكتب هنا. طبعا دي بتكتبها روسي. تمام، تكتب الجنسية بتاعتك روسي، او الدولة اللي مطلعاك الباسبور بالروسي. هنا تاريخ الاصدار، تاريخ اصدار الباسبور. تمام. وال ENN دي بتعملها 6 صفار، يعني بتعملها شوية صفار حلوين حلوين كده، وليكن 6 صفار مثلا. و عن البتاع اللي أنا مش عارفها دي تقريبا عشان الروس يعني. لكن أنت بتدوس، أنا بالنسبة لنا إحنا بتدوس على صفر لحد ما الكيبورد ما تكتبش حاجة. تمام. هنا دي الجنسية بتاعتك، وده العنوان بتاعك. أنا كاتب طبعا عشوائي لأنه أنا قلت لك إنه مش يعني، أنت هنا عايز تكتب عنوانك اللي في روسيا تسجله هنا مفيش مشكلة. عايز تكتب عنوانك اللي في مصر مفيش مشكلة، بس تشيل علامة صح هنا. لو انت كتبت عنوانك اللي في مصر هنا تشيل علامة صح، وتقوم كاتب عنوانك اللي في روسيا هنا. لو انت عايز تكتب عنوانك اللي في روسيا بتحط صح دي، وتقوم كاتب عنوانك اللي في روسيا هنا. تمام. هنا بتكتب رقم تليفونك، رقم الموبايل بتاعك، والايميل هو كده كده بيبقى مكتوب، وتقوم دايس سخرني. تمام، او يعني سيف يعني. بينقلك على الخطوة اللي بعديها اللي هي تفاصيل التعليم بتاعتك. تمام. تفاصيل التعليم بتاعتك هنا نوع الشهادة بتاعتك، سيرتيفيكيت أو اتستات، اللي هي سيرتيفيكيت بالإنجلش. تمام. أنا هقلبها بس روسي عشان هنا في تاريخ. المهم يعني انت هنا بيقول لك رقم السيريال بتاع الشهادة بتاعتك، ورقم الشهادة. احنا عندنا في رقمين، في رقم الجلوس بتاعك، وفي رقم اصدار الشهادة يعني. الشهادة دي لما بيتم اصدارها بيبقى فيه رقم، فاكتب واحد هنا واحد هنا، مش شرط بقى فين هتكتبه فين. المهم رقمين تكتبهم هنا. ولو عايز تكتب الاتنين رقمين جلوسك عادي برضه مفيش مشكلة فيها.
لكن المهم ده الداتا بتاعت اصدار الشهاده اللي معاك. ودي سريدني طبعا لازم تعملها، اللي هو يعني تعليم متوسط، يعني اللي هو الثانويه العامه. وبتكتب هنا اسم المدرسه بتاعتك، شوف بالروسي، كل الكلام ده بالروسي، ما تكتبش حاجه بالانجلش خالص يعني. بعد كده بتدوس هنا، ينقلك على المكان اللي انت بتعمل فيه اللي بتحط فيه ملفاتك. انت على الاقل خالص هتحتاج بتكتب، قلنا بتدخل اول حاجة الباسبور بتاعك بالترجمة، وبتدخل الشهادة بتاعتك بالترجمة، بتدخل الاكاديميتشيسكا سبرافكا بتاعتك، بتدخل الزاتشوتناي كنيشكا، وبتدخل الميجريتسونا كارتا، وتدخل اثبات القيد بتاعك، وبتدخل اخر فيزا معاك، وبتدخل الريجستراسيا بتاعتك. تمام. في الملفات دي كلها انا طبعا حاطط حاجات عشوائيه لاني مش هبعت الملف. بعد كده بتعمل سيف داتا، بيبقى خلاص كده انت اتعمل الابليكيشن. بتيجي تحت هنا تلاقي عندك هنا بينزل لك هنا، مش عايز اعمل سند لانه دي حاجه وهميه مش عايز ابعتها للجامعه طبعا. بتلاقي هنا تفاصيل الابليكيشن بتاعك، وبتلاقي هنا ابليكيشن سند. تمام. وبتلاقي الابليكيشن برضو بالروسي عشان برضو الناس اللي بقى عايزاها بالروسي. هتلاقي هنا في مستطيل هنا كده في المنطقة اللي هي تحت دي، تحت الخط ده، مش عارف الماوس ظاهر ولا لأ. والمستطيل ده بيبقى فيه تفاصيل التقديم بتاعك بكل حاجة بقى، والحالة بتاعتك والكلام ده. ما تشغلش بالك بالحالة خالص، وتابع الإيميل بتاعك. يعني الخطوات اللي بعد كده هتتابع الإيميل، وهتتابع الابليكيشن بتاعك على السيستم بتاع الجامعة. الفكرة كلها إن الخطوات الجاية الجامعة هتبدأ تتواصل معاك لو في أي مشكلة، أو في أي مشكلة في ورقك. بتجيلك الرسائل هنا، تدوس على البوكس ده تلاقي الرسائل كلها موجودة هنا، والجامعة بتقولك والله أنت عندك مشكلة في كذا وكذا وكذا، لازم تظبطها. بترجع تاني تظبطها في الابليكيشن بتاعك. ده طول ما ميعاد الانترفيو بتاعك ما جاش، او طول ما السيستم متاح اونلاين، لانه بعد كده السيستم بيقفل ومش هتقدر تغير اي بيانات. تمام. ولو جالك مثلا ميعاد انترفيو بيجي لك هنا، وفي الانترفيو ده انت الاول قبل الانترفيو بيبقى مطلوب منك تروح تسلم المستندات بنفسك شخصا، او حد نيابة عنك بتوكيل رسمي. وبعد كده بيتحدد لك ميعاد انترفيو، بتروح وبيبقوا بيتكلموا معاك، وبعد كده يحدد معاك ميعاد تمضي فيه العقد ان شاء الله. دي بالتفصيل كده كل الخطوات بتاع الطلاب اللي بيقدموا للتحويل. تمام. خلينا بقى نرجع عشان الناس اللي دي كل التفاصيل. انا كده اتكلمت عن موضوع التحويل كله بالتفصيل. لكن برضه هعيد تاني، الأحسن إنك يكون حد عنده خبرة بالسيستم، لأنه هنا بيبقى فيه تفاصيل شوية، والجامعة بتتواصل معاك كذا مرة، فبتبقى عايزة حد فاهم عشان يقدر يحل لك المشكلة بسرعة. لأنه المشكلة لو ما اتحلتش ممكن أصلا الابليكيشن يتقفل عليك، وما تقدرش تقدم تاني. يعني خلاص ما دام انت بياناتك اتقدمت مرة مش هتقدر تقدم تاني، ولو قدمت تاني هتترفض، لأنه انت ليك بس ابليكيشن واحد. تمام. أتمنى يعني يكون الموضوع في التحويل واضح. ممكن يكون الفيديو خد وقت شوية، لكن هو لازم كده. يعني أنا بحاول إن أنا ألم كل المشاكل اللي ممكن تقع فيها، فطبيعي إن الفيديو يكون طويل. دلوقتي هبدأ للطلاب اللي عايزة تقدم من جديد. هو تقريبا نفس الخطوات، لكن خلينا نمشيها برضو واحدة واحدة. آه، هنرجع من الأول خالص بقى كأن احنا بنبدأ من جديد. او رأيي انهي الفيديو يعني ونبدأ واحد جديد، ولا ايه؟ لان ده هيفصل برضو كمان شوية. ماشي تمام. بسم الله. الفيديو ده، باقي الفيديو ده او النص التاني ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن التقديم من جديد، يعني تسجيل طلاب جديد، الطلبة اللي هتسجل على سنة اولى السنة الجاية ان شاء الله. بتدوس اول اوبشن ده زي ما انا دوست كده، يفتح لك الصفحة دي. بتدوس على سنج ريجستريشن، او اول خيار او اول اوبشن بالروسي هتلاقيه هنا برضو. تمام. بعد كده بتعمل ريجستريشن. تمام. بتعمل تشيك على البوكس ده، وتكتب الايميل اللي انت هتعمل بيه ريجستريشن. طبعا دي ايميلات فيك، وانا مش هبعت الابليكيشن عشان ده غلط يعني، لكن انا متابع معاك، بعمل معاك الخطوات كلها بحيث ان الدنيا تبقى
واضحة أول بأول. أيوه، بيقول لك إيه بقى؟ which is the words في small letter. لا ده لازم تقلبه انجلش، يعني في اسئله كده خليك سمارت شويه، في اسئله لازم تقلبها بالروسي وفي اسئله لازم تقلبها بالانجلش. هو بيقول لك ايه الاكتر. سباقة طبعا فيها حروف اكتر فخد سباقة. انت لو قلبتها بقى بالانجلش كنت هتروح في داهيه يعني، لان دوج، سواكا دي يعني دوج 3 حروف واليير كانت هتبقى اكتر يعني، فلازم تقلب بالروسي. تمام، تعمل ريجستريشن. تمام كده هو بعت ايميل. بتدوس هنا كده. ماشي. لا ثواني. بتدوس باك. لما بتدوس اول مره بيجي لك بتدوس على الرابط ده وبتعمل فيريفيكيشن عن طريق الرابط ده. لكن الايميل ده انا كنت حاولت اعمل بيه وبعد كده الباسورد نسيته فهو رجعني. يعني الخطوه دي بلاش تعملها، اللي هي الخطوه انت بتدوس هنا بس وتعمل فيريفيكيشن، هيجي لك صفحه يعني هتدوس عليها هيفتح لك رابط تقوم داخل وتدخل اليوزر والباسورد على طول. هي دي انا كنت عملتها مسبقا، فخليني ادخل على الريجستريشن على طول، على ان انا ادخل على الاكونت يعني. تمام. هكتب هنا ده الايميل بتاعي اهو، اكتب الباسورد هنا. تمام. بعد كده بتعمل شوف بقى انت عايز تعمل انت من بعيد فهتعمل ريموت فيلنج بالروسي برضو عادي يعني انا بقول لك في انا عندي بيترجم انجلش لانه بيبقى اسهل ديستانسيونز. تمام. هنا مش مطلوب منك تواريخ فعادي ممكن تعملها بالانجلش. شوف بقى انت عايز تدرس ايه. دي اللي تشابني فاكولتيت دي بتختارها، ده اللي عايز يدرس بشري واللي عايز يدرس اسنان ستوماتولوجيسكي. تمام. خليني اللي تشابني كلها نفس الحاجة يعني، حتى انت لو دوست يعني اسنان ستوماتولوجيسكي هتلاقيها برضو نفس النظام بيجيب لك الرقم بتاعها. لكن خلينا في الفاكولتيت يعني، هو اوبشن واحد يعني في الحالتين اوبشن واحد، انت بتدوس بتختار اوبشن واحد. هنا لو انت عايز تدرس بالانجلش او بالروسي، لكن لو دخلت للاسنان هتلاقيها هنا. بص الاوبشن هنا هتلاقيه اوبشن واحد لانه مفيش غير اسنان روسي بس. لكن في الانجليش هتلاقي عندك 2 اوبشنز موجودين هنا. الاي ام دي معناها بالانجلش ودي معناها بالروسي، اللي ما فيهاش اي ام دي بالروسي ودي بالانجلش. تمام. خليني اعملها بالانجلش، وهنا دي كلها حاجات واحده وبتقوم في الاخر خالص دايس هنا. خلاص انت كده قدمت الابليكيشن. بعد كده تدخل تعمل الكويشنير. دي انا هعملها كلها بالروسي لانه لازم بياناتك تدخل بالروسي، لان لو دي عملتها بالانجلش هتديك ايرور. تمام. لو عملتها باي لغة تانية غير الروسي هتديك ايرور ومش هيتقبل البوست، مش هيتقبل قصدي الابليكيشن بتاعك. المعلومة المهمة اللي لازم تعرفها انه بياناتك كلها لازم تدخلها بالروسي. يعني هنا لازم تكتب كل حاجة بالروسي. انا بعملها بالانجلش لان انا الكيبورد بتاعتي قلت في اول الفيديو ان البيانات بتاع الكيبورد بتاعتي ما فيهاش روسي. مش عايز اكرر الكلام يعني، اكيد انت بتسمع من اول الفيديو صح. بتكتب بياناتك هنا نفس الطريقة برضو، نفس الطريقة بنفس التفاصيل بنفس كل حاجة. تمام. سيبك من الكلام اللي تحت ده كله ملوش لازمة. وفي الاخر خالص لازم اعملها بقى. ماشي تمام. اكتب انا كلام اي حاجة عشوائي. أم، طبعا تاريخ الميلاد ما ينفعش نعمله عشوائي عشان ما يشتمناش. هنا الباسبور هتعمله نستراني. تمام، نستراني باسبور. هنا ايه وهنا اي هبل. تمام. هنا يجيبت ده مكان اصدار الباسبور بتاعك فبتعمله يجيبت او اي بقى جنسية تانية انت يعني حسب جنسيتك انت. ده تاريخ اصدار الباسبور وليكن ده. هتعمل هنا الكود ده انت بتعمله ست صفار و انا ما عنديش باسبور تاني يعني. هنا بتعملها زي ما قلت بتدوس صفار كده لحد ما تخلص خالص. تختار الجنسية بتاعتك يجي. مش عايز اضيع وقت في الفيديو كتير قوي.
هنا عنوانك بتكتبه زي ما انا قلت، هتكتب عنوانك الروسي هنا، هتحط صح هنا. عايز تكتب عنوانك الروسي وعنوان مصر، تكتب هنا عنوان مصر وتكتب هنا عنوان. عايز تكتب عنوانين يعني بتشيل الصح من هنا. عايز تكتب عنوانك الروسي بتكتب هنا عنوانك الروسي وتقوم عامل صح هنا. تمام. هنا ده مكان مستر رجلانيا، ده محل الميلاد. تمام. وهنا رقم تليفونك وبس كده. في الآخر خالص بتقوم عامل دبابات. ايه بقى اللي بقى ايه؟ اللي نقلبه انجلش بس. هو ايه الحاجات الأساسية اللي مطلوبة؟ هنا لازم تكتب حاجة، و آم، هنا بتعمل سيف بس كده. طبعا انا ما كتبتش المكان اللي انا بعمل فيه، اللي انا عامل فيه البتاع. انا عامله بالانجلش بس انت لازم تعمله بالروسي. والعنوان ما كتبتش العنوان، لازم تكتب عنوان طبعا. في ايه تاني؟ رقم الموبايل لازم تكتب رقم موبايل. تمام. انا بكتب حاجات عشوائيه لان انا قلت لك ده مش هقدمه اصلا يعني. وبتعمل سيف. تمام كده اتسيفت. بعد كده هنا بتختار انت الشهاده بتاعتك ايه، دبلومه اوف هاير اديوكيشن او بالروسي يعني، هو الخيار الثالث يعني عشان برضو ما. لا معلش. بتعملها certificate of secondary او complete general education اللي هي الاولانيه، اول اوبشن. تمام، اول اوبشن يا شباب. بعد كده بتكتب هنا وهنا. بيبقى عندنا احنا رقم الباسبور، قلت رقم قصد الشهادة ورقم الجلوس، بتكتب واحد هنا وواحد هنا. وده تاريخ إصدارها لازم بالروسي، لازم تقلبها بالروسي. تمام. هكتب أنا أي حاجة عشان نمشي الدنيا، أي حاجة هنا. والتاريخ هنا مثلا أي حاجة. آم، هنا بقى بص هنا. آه، بكالوريوس ولا ثواني، عشان دي برضه لازم. دي بالانجلش عادي، انت تقدر زي ما انا بعمل كده تقدر تغير اللغة او كده تعمل اندر جرادويت. تمام. عادي ممكن تمشيها، بس انا بقول لك لازم تعملها بالروسي عشان وانت بتدخل التواريخ هنا لازم تبقى بالروسي. تمام. السبيشاليتي بتعملها ساينتفك، انك الثانوية بتاعتك كانت ساينتفك يعني. آم، بتكتب هنا اسم المدرسة بتاعتك لازم. و دي مش لازم تحددها. والكلام ده كله عادي بتسيبه فاضي خالص، مفيش أي مشكلة فيه. كده اتسيفت وانت داخل كده تضيف الملفات بتاعتك. الملفات بتاعتك لازم تضيفها كاملة. تمام. انا مش عايز اضيفها يعني، انا المرة اللي فاتت قعدت اضيف صور والكلام ده لانه انا مش هبعت الابليكيشن اصلا. في الاخر خالص بتعمل سيف، بتلاقي هنا اول ما بتعمل سيف بيقوم مرجعك هو هنا الهوم. وبتلاقي نفسك في بوكس هنا تحت البوكس اللي هو معمول ده، تحت البوكس ده مكان الخط، فيه خط كده هتلاقيه. انا مش عارف الموس باين ولا لا تاني. بس في المكان ده بيبقى فيه بوكس وبيبقى فيه تفاصيل تقديمك، التخصص اللي انت مقدم له واللغة وحالة الاستاتيوس بتاع الابليكيشن بتاعك. وسيبك من الاستاتيوس دي خالص لانها بتبقى معمولة راندوم يعني عشوائية يعني. ممكن يبقى يقول لك نوت افيلابل لكن يقصد ان انت خلاص الملف بتاعك فعلا اتبعت. ما تشغلش بالك بيها خالص غير بعد الانترفيو. تمام. نفس الفكرة نفس الخطوات، بيتحدد لك ميعاد، بتلاقي هنا بيجي لك رسائل عندك أي حاجة ناقصة بيقولوا لك عليها قبل ما الابليكيشن يتقفل. وبعد كده بتبقى أنت مستني رسالة تحديد اختبار القبول. وبعد اختبار القبول بتجي لك هنا رسالة الدرجات بتاعتك لكل امتحان. وبعد كده بيتحدد لك ميعاد بتروح تسلم فيه أصل المستندات بتاعتك. وبعديها نكمل تاني. بعدها بيكون في انترفيو، وبعد الانترفيو بتروح تمضي العقد، وغالبا ممكن تمضي العقد في الانترفيو. كده نكون عملنا خطوات التحويل لجامعة بافلوف من أي سنة، ابتداء من الناس اللي هتحول لسنة تانية وما فوق لحد سنة ستة. وبالنسبة للتقديم الجديد عملنا برضو الجزء الأخير من الفيديو هتلاقي فيه تقديم جديد أو التسجيل يعني للطلاب اللي عايزة تسجل. تاني بكرر عشان برضو الموضوع الابليكيشن انت ممكن يكون انت شايفه سهل، لكن بتلاقي الجامعة بتراسلك تاني. تقول لك مثلا في حاجة مش واضحة، في غلطة في التصوير بتاعك، التصوير بتاعك مش واضح، الكلام ده كله.
لازم تبقى متابع، ولازم يبقى الموضوع باستمرار. انا بنصحك ان انت تشوف حد تاني. باكد على الكلام، لان الموضوع ده الناس ممكن تاخده انه كده الموضوع سهل. هو مش زي ما انت، مش بالسهولة اللي انا وضحتها. لكن اللي حابب يمشي بيها ويبقى حريص ويظبط ورقه اول باول ويظبط تفاصيله بالطريقه اللي انا قلت عليها، مفيش مشكله خالص. الطريقه مظبوطه، ما فيهاش اي حاجه. الفكره كلها ان انت الستبس اللي بعد كده لازم تبقى انت متابع، ولازم تبقى انت مصحصح شويه. اتمنى الفيديو يكون قدم لكم فايده ان شاء الله. ولو في اي حاجه، لو في اي معلومات، ورجاء، انا والله ما عنديش وقت فعلا ان انا اقعد ابص على السكرينات انت ماشي صح او ماشي غلط. لكن لو في حاجة، لو أنا لو في حاجة مثلا ايرجنت أو في حاجة كده، ممكن تبعتها لي وأنا أشيك لك عليها لو عندي وقت. وختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.